احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله، احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه. لان مش دورنا بس احنا نقول لك الكوره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم، فلازم تبقى ملم بكل حاجه. محلل قنوات بي ان سبورت المصري محمد ابو تريكة ينفجر غضبا على مذيعة مصرية في قناة ام بي سي مصر من بعد ما تطاولت على الحارس المرمى ديال المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو، من بعد ما هاجمات عليه. ما غتثيقوش شنو قال عليها ابو تريكة على الهواء في بي ان سبورت، حيت صراحة داك الكلام اللي قالت على ياسين بونو ما خصوش يتقال. في هذا الفيديو كيف العادة غادي نشوفوا كلشي، غادي نلخصوا لكم اش طاري، غادي نشوفوا كيفاش بدا الصداع هذا، شنو قال ياسين بونو في التصريحات ديالو اللي خلى هاد المصريات هاجموا بهذه الطريقه الشرسه في قناه رسميه ام بي سي مصر. وبطبيعه الحال غادي نشوفوا شنو قالت، وغادي نشوفوا الرد ديال محمد ابو تريكة اللي انفجر غضبا عليها ديال بصح ما شاف لا في بنت بلادو ولا والو. ضغطوا على لايك واشتركوا بالقناه. نبداو على بركه الله. باش نفهموا مزيان ونعرفوا شنو واقع، القصه بدات من مورا الماتش ديال المغرب ضد فرنسا. كيف ما عارفين ياسين بونو دار واحد الماتش اللي واعر وزاد كبر في عينين المغاربه، والمغاربه كاملين كيقولوا هو اللي كاين في المنتخب. ما علينا، منين سال الماتش دار ندوه صحفيه، احد الصحفيين سولوه على ميسي وعلى الارجنتين، قالوا ليه اش بالك فيهم. نسمعوا شنو قال ياسين بونو. بصراحة أراه يلعب بقلب كبير وبكثير من العاطفة، وهذه صفة يتمتع بها اللاعب الأرجنتيني. لقد أحببت الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة. شاهدناه كيف بعد أن أهدر ركلة الجزاء رأيناه يظهر شخصية ويحمل الفريق على عاتقه، وهذا يدل على أننا أمام ميسي آخر. ميسي متحرر ويمتلك طاقة مختلفة، هذا يجعله لاعب كرة قدم من الممتع مشاهدته في هذا العمر، حيث أنه لا يزال يصنع المعجزات. أهنئه وأهنئ كل اللاعبين أصدقائي الموجودين في المنتخب الأرجنتيني، وأتمنى لهم التوفيق دائما. إذا مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعتوا كانت هذه التصريحات ديال ياسين بونو مورا الماتش. سولوه قالوا لي اش بالك في الارجنتين واش بالك في ميسي، عطى الراي ديالو عادي، وتمنى لهم التوفيق في المباريات المتبقيه لهم في كاس العالم. غير باش تعرفوا ان ياسين بونو عنده اصدقاء بزاف في الارجنتين كانوا كيلعبوا معاه في سيفيا، يعني راه ما قال حتى شي كلمه العيب. شنو بغيتي يدوي على المصريين تاعكم ولا كيفاش؟ يدوي على المصريين اللي ما خلاو ما قالوا في المغاربه. بنتو ليا واقيلا تسطيتو. حتى كانت تفاجئوا هذا الصباح الاعلام المصري كامل كيدوي على ياسين بونو كيهاجمو. قال لك علاش تدوي على الارجنتين وعلى ميسي بديك الطريقه؟ ايوا زعما انت عربي ومسلم، دوي علينا حنا المصريين ماشي على دوك الارجنتينيين. الواحد كان محترم والله ياسين بونو حارس المغرب ده، لكن بعد اللي قاله ده ما يستحقش الاحترام. طول منتخب مصر تعرض له، طالع بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عجبتني كثيرا الروح التي اظهرها ميسي ضد مصر، بيقول لك اهنئه وهنئ جميع اللاعبين في المنتخب الارجنتيني. يا جدع انت ما عندكش دم، ده انت ما عندكش نخوه. طب قول العروبه حتى، واخد بالك؟ ويعني اساند منتخب مصر اللي اتظلم ظلم باين، وانا اللي كنت بساند منتخب المغرب قدام فرنسا. ده انت يعني مش عارف اقول لك ايه بصراحه. لا. وشوفوا هاد الناس دابا واش بعقلهم ولا كيتريكلوا علينا؟ ما فهمتش والله. الناس اللي كيبقاو غير كيهاجموا في المغرب كيتسناونا غير امتى نخسروا ونتقصاو، ما حامليناش. هما والجزائر الحسد دير فيهم حاله، وحلالهم شي حاجه سميتها المغرب، وفي الاخر بغيتي يجي يدوي عليك زوين. الحمد لله من دوك الصحفيين ما سولوش على مصر، اما كون سمعتوا من بونو داكشي علاش كتقلبوا، حيت هو راه عارفكم على الحقيقه ديالكم. اما الا دوا على الارجنتينيين فراه جات معاه، عنده صحابو ارجنتينيين ديجا لعبوا معاه، من حقه يكبر بهم ويتمنى لهم التوفيق في المباريات اللي بقاو لهم. وبخصوص ليونيل ميسي واش كتسنى يقول شي حاجه اخرى ولا شنو؟ راه قال غير داكشي اللي كاين، ميسي افضل لاعب في العالم. داكشي اللي كيقدم في هذا العمر هذا راه ما كيدخلش للعقل. ميسي لاعب اعجازي بغيتي ولا كرهتي. بان ليا كانوا كيتسناو يقول عليه سارق متآمر افاق الابن الضال العاق مع ادفونتينو. هادشي واقيلا اللي كنتو باغيين تسمعوا من ياسين بونو على ليونيل ميسي ياك؟ خوتي بانوا لي هاد المصريين ولات كتشد فيهم الهبله ديال الكراغله. قال لك علاش ما يدويش على الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه المنتخب المصري امام الارجنتين؟ دوات على المغرب اللي البيت الاول كانت فيه لمسه يد باينه، عاد بغيتي يدوي عليكم نتوما راه ما تعرضتوا لا لظلم تحكيمي لا والو. راكم شفتوا صلاح كيفاش كان كيتفتف تطيح بوحدو، البيت اللي حيدوا لكم راه كان فوت باين. حنا تخيل راه قاسوا الليد ومشى تماركا البيت، الحكم كان
كان بامكانه يرجع للفار ويشوف ديك لمسه يد ومباشره غيلغي داك الهدف، تماما كيف ما طرا الارجنتين معاكم النيت. ماركيتو البيت ولكن منين رجعوا للفار شافوا واحد الخطا والغاوه، داكشي اللي ما داروش معانا حنا وما درناش هاد الهايلالا اللي درتو نتوما. سمحوا لي الا طولت عليكم ولكن هاد المصريين راه الاعصاب. ايوا دابا نمشيو نسمعوا لهاد المصريه اللي في قناه رسميه ديال مصر اللي هي MBC مصر تفرقعات والطرطقات ديال بصح على بونو، ما رضاتش قالت لك علاش يدوي على الارجنتين وعلى ليونيل ميسي بديك الطريقه. سمعوا شنو قالت. ياسين بونو يا جماعة بعد الخسارة من فرنسا قال لك: لقد أعجبتني كثيرا الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة، لقد رأينا كيف استعاد شخصيته القوية وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. طيب يا ياسين ويا بونو، ألم يعجبك إمبابي اللي استعاد شخصيته برضه لما دخل في الجول خلى الشبكة تزغرط؟ علاش كنقول لكم هاد المصريين، عندك المصريين والجزائريين المغرب واحد اليوم. شوف دغيا نقزات لمبابي، دغيا بدات كدوي على فرنسا غير باش ترد على بونو، وبونو راه ما على بالوش، هو غير جاوب الصحافي على السؤال ديالو. ديما كنقولها لكم ردوا البال من هاد المصريين والكراغله، راه حاقدين ما كيحملوش شي حاجه سميتها المغرب، ما كيحملوش المغاربه. ألم يعجبك أن كل شوطة شاطها إمبابي كانت أحلى من الشوطة اللي قبلها؟ ألم يعجبك إن محدش عارف ياخد منه الكورة؟ ألم يعجبك قوي إن إحنا ما شفناش حارس مرمى فرنسا إلا نادرا يا ولاد؟ ألم يعجبك أيضا الجول التاني لعثمان ديمبلي اللي جري ومحدش عارف يحصله وقام راكنها أرضية زاحفة ماكرة وإنت ما عرفتش تصدها زي ما عرفتش تصد الجول الأول ابن خالة الجول الأولاني والتاني؟ أنا الحقيقة في حاجات كثيرة أعجبتني في الماتش يا أخ ياسين، ولكن ميسي ما عجبنيش. سالت من فرنسا زعما راه بردات قلبها دابا، زعما راه تفارينا. وشوفوا العقل ديال هاد المصريين تا هما. كنا كنقولوا راه غير الكراغله اللي فيهم هاد الهبلات هادو وهاد الحماق، صدقوا حتى المصريين كثر منهم. الحارس ما على بالوش دار تصريح ومشى بحالو. شوفوا هما نوضوا القيامه في بلادهم غير باش تكون في راسكم. مصر كامله كدوي على هاد التصريح ديال بونو وكلشي كينتقدوا وكلشي كيهاجموا. هذا غير لاعب واحد نوض القيامه في بلاد كاملها. ما نعرف كون يطرى لهم داكشي اللي كيطرى لينا في الاعلام الجزائري المصري اللي كل نهار كينتقدوا فينا وكيعايرونا، كل نهار كيطيحوا منا. كون كنتو نتوما في بلاصتنا كون راه تسطيتوا، اما حنا راه ما بقيناش كنديو عليهم. عارفين هما راه غير حماق والمغرب واحد ليهم. الحسد اللي خلاهم يكونوا هكاك من جهتنا. سمعوا شنو تقول دابا على ميسي حيت دار لهم الريمونتادا وطردهم لمصر. سمعوا شنو تقول. لكن ميسي ما عجبنيش، مش عاجبني ولا هيعجبني ولا عجبنا كلنا. ليه؟ عشان سارق متآمر أفاق الابن الضال العاق مع إدفونتينو. وانت ياسين مش بونو، نقطة. هنتكلم كورة نتكلم بأدب، لكن نظام بونو ده لا ما ينفعش. نراعي مشاعر بعض، احنا عرب. ما عرفتش واش من نيتها كدوي ولا حتى هي غير مطلعاها، والله ما فهمت واش من نيتها كدوي هكا. واش قبل ما تخرج بهاد التصريح هذا جابت دوره في الاعلام المصري شنو كيقولوا على المغرب شنو كيقولوا على المغاربه؟ كنظن واقيلا عمرها تفرجت في شي حاجه بحال هكا باش جايه باش ترد على بونو مع ولكن بصح بغيت نعرف ياسين بونو فين قلل عليهم الاداب والاحترام. انا بعدا والله ما سمعت منه شي كلمه د العيب. كنظن حتى نتوما بحالي. صافي دابا واش غير الا دوا على ليونيل ميسي وقال الحقيقه، قال شنو كاين، قال داكشي اللي كيشوف بعينيه بان ليونيل ميسي كيدير شي حوايج اللي في هذا العمر هذا ما يقدرش يديرهم بنادم. واش الا تمنى التوفيق للاصدقاء ديالو اللي كيلعبوا في المنتخب الارجنتيني راه عيب؟ ما فهمتش. عطيونا الراي ديالكم في التعاليق. ايوا دابا نمشيو نشوفوا الرد ديال محلل قنوات BN سبورت المصري محمد ابو تريكه. سطروا لي على المصري ما شاف بنت بلادو حيت عرفها غير كتخربق. اصلا هو عارف المصريين كاملين غير كيخربقوا، واليوم انا تاكدت بان المصريين بحالهم بحال الكراغله، الفرق كاين غير في السميات. بلا ما نطول عليكم شنو نسمعوا ابو تريكه شنو قال في هذه القضيه. احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله. احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه، لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم، فلازم تبقى ملم بكل حاجه. مش جات الكره بس، الكره مش كره دلوقتي بس، الكره حاجات تانية، واللي زعلان ازعل اطفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد.
بالنسبة للساعات الأخيرة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الحارس المغربي ياسين بونو عن الأسطورة ليونيل ميسي لتتحول القضية إلى نقاش واسع بين الجماهير المغربية وكذلك المصرية. فماذا قال بونو ولماذا أثارت تصريحات إحدى الإعلاميات المصريات كل هذا الجدل؟ وكيف كانت ردود فعل المغاربة والمصريين حول هذه الواقعة؟ قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسوش الدعم هذا الفيديو بالاعجاب والاشتراك في القناة وتبارطاجيو باش يوصل لاوسع نطاق. بالنسبة لبونو في حديثه عن وسائل إعلامية أشاد بالقتالية التي ظهر بها ميسي خاصة بعد أن أضاع ضربة جزاء ضد مصر، ولكن عودة ليونيل ميسي لقيادة المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز على مصر أكد ياسين بونو أن ميسي ما زال يقدم كرة قدم استثنائية رغم تقدمه في السن، وأن مشاهدته متعة لكل عشاق كرة القدم. لكن بعد انتشار تصريحات خرجت الإعلامية المصرية ياسمين بتعليقات انتقدت فيها بونو معتبرة أن توقيت حديثه عن ميسي لم يكن مناسبا، وهو ما فتح الباب أمام موجة كبيرة في التعليقات والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في مقابل دافع عدد كبير من الجماهير المغربية عن بونو مؤكدين أن كلامه مجرد إشادة بلاعب يعتبر كثير من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وأنه لم يعد يقصد الإساءة إلى المنتخب المصري أو التقليل من أي منتخب عربي، ولكن جاء إجابة للسؤال الذي تم طرحه من أحد الصحفيين. كما ظهر عدد من الإعلاميين المصريين للدفاع عن بونو، من بينهم الإعلام حافظ المرازي الذي اعتبر أن جزءا من الجدل سببه طريقة عرض بعض وسائل الإعلام لتصريحات ياسين بونو، موضحا أن بونو كان يتحدث عن ميسي ولم يكن يهاجم مصر أو يقلل من منتخبها. أما على موقع التواصل الاجتماعي فقد انقسمت الآراء بعد أن انتقد بونو بين من انتقد بونو وبين من رأى أن الأمر لا يستحق كل هذا الجدل، لأن كرة القدم تبقى مجالا لاحترام النجوم مهما كانت المنافسة. وفي النهاية يبقى السؤال لكم: هل ترون أن تصريحات بونو كانت طبيعية وتعبر عن رأيه الرياضي، أم أن توقيتها كان سببا في كل هذه الضجة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعاليق، ولا تنسوا كذلك الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.